إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. سر التعامل مع إناث الكناري ليكون عندك إنتاج جيد من الفراخ، يجب أن نتبع بعض الخطوات ونوفر بعض الأشياء لإناث الكناري حتى نجهزها جيدا للتزاوج وتعطينا إنتاج جيد. وقبل أن تضع أنثى الكناري البيض وجب توفير لها بعض الأشياء، أي في فترة تجهيز الطيور، أي الفترة التي تبدأ فيها الأنثى بالجهوزية للتزاوج. وأكبر دليل على أن الأنثى بدأت في الجهوزية للتزاوج، ترى بأن الأنثى بدأت تلعب بخيوط مواد التعشيش، وبدأت بحمل بعض الخيوط ومحاولة بناء العش، وهذا أكبر دليل على أنها بدأت في الجهوزية للتزاوج، وأن عنقود البيض عندها بدأ يتكون. والشيء الضروري الذي وجب توفيره في هذه المرحلة وهو نسبة كبيرة من الكالسيوم حتى تكون الأنثى عنقود البيض ولا تحدث أي مشاكل كوضع البيض بدون قشرة، أو وضع بيض تكون قشرته رقيقة ومعظم الأحيان يتكسر هذا البيض. فالكالسيوم يكون مصدره الأول عظم الحبار أو عظم السيبيا، يعلق في القفص على مدار السنة، مع إضافة قشور البيض مع البيض المسلوق مرتين في الأسبوع. فالكثير من يعاني من انكسار البيض بكل سهولة، وهذا دليل على أن البيض قشرته تكون رقيقة بسبب قلة نسبة الكالسيوم. وأيضا الكالسيوم يساعد في زيادة نسبة عدد البيض، لأن الأنثى قد قامت بتكوين عنقود البيض بشكل جيد، فتعطيك عدد بيض أكثر، وبهذا تساعد في رفع الإنتاج عندك. فعندما تقدم الكالسيوم للأنثى راح توفر إنتاج للبيض بكثرة، وأيضا تتفادى هشاشة البيض. وأيضا يمكن تقديم رمل البحر، فهو غني بالكالسيوم وله عدة منافع أخرى، فهو يسهل عملية الهضم عند الطيور. وهناك أيضا محلول اصطناعي يباع، يقدم في عبارة عن بودرة يقدم في المشربيات، ولكن عندما توفر عدم الحبار وقشور البيض يمكنك الاستغناء عن المنتوج الاصطناعي. بعد ذلك تحتاج الإناث إلى البروتين ليساعدها في عملية وضع البيض. فالبروتين يكون مصدره الدود القبابي أو البيض المسلوق، أيضا يكون مصدر للبروتين. ولا نكثر من تقديم البيض المسلوق والدود القبابي للإناث، لأنها قد تصيبهم بالتشحيم، فتكون عملية التقديم مرتين في الأسبوع. فإذا أكثرنا من تقديم البروتين والدهون للطيور يسبب التشحيم للإناث، والتشحيم كما نعرف راح يسبب لك عدة مشاكل أثناء مرحلة التزاوج، من بينها قد تنحصر البيضة عند الأنثى أو يخرج عندك البيض غير مخصب. فنقدم البروتين والدهون مرتين في الأسبوع للطيور، إما بيض مسلوق أو الدود القبابي. فالبيض المسلوق كما ذكرت لكم في بداية الفيديو نقدمه به بالقشرة، وبهذا تستفيد من أمرين: الأمر الأول الكالسيوم، والأمر الثاني البروتين. وفي هذه المرحلة عندما تبدأ الأنثى في لف العش وتكون تكون في عنقود البيض، ضروري نقدم الخس، لأن الخس يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد الأنثى في وضع البيض بكل سهولة، وبهذا نتفادى انحسار البيضة عند الأنثى. نقدم الخس أيضا مرتين في الأسبوع في هذه المرحلة. ولا ننسى أيضا الفيتامين أو، والفيتامين الأو كما نعرف هو المسؤول الأول عن الخصوبة عند الذكور، وأيضا راح يساعد الأنثى في وضع بيض كثير، وراح كما نقولوا يكون هناك إنتاج جيد. فيتامين أو تقريبا يباع مصنع، مثل الأدي 3 أو تحتوي على الفيتامين أو،
وأيضا الفيتامين أو يمكن أن تقدمه بتقديم الخروب، اللي كما نعرف الخروب طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامين أو. ولا ننسى أيضا في هذه المرحلة بتقديم الاستحمام للإناث، فهو يساعدهم في التخلص من الأوساخ والطفيليات التي تكون عالقة في الريش، وبذلك نتفادى أيضا الطفيليات في العش، لأن الأنثى راح تحضن العش بعد فترة من بنائها له لكي تقوم بتسخينه لتضع أول بيضة. تنظيف القفص أيضا أمر ضروري، خاصة قفص التزاوج، تنظيفه كل يومين. وأيضا لا ننسى تقديم أو تشميس الطيور، فهو أمر ضروري تشميس الإناث في هذه المرحلة لتثبيت الفيتامين دي في جسم الطائر. هذه الخطوات إذا اتبعتها راح تكون عندك إنتاج جيد، وراح تعطيك الإناث إنتاج جيد ووافر.